الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوم جديد من يومياتي انا وجوزي في المطبخ. معاكم منى وايهاب. النهارده انا جايه معانا ايهاب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا ايهاب. الفيديو الثاني كمل غير. المره اللي فاتت انا صورت وانت في الشغل. المره دي انا جايه اصور لكم الحاجات اللي جات لي هديه في عيد الام. انا جات لي هديه من جيراني، وجات لي هديه من ولادي، وجات لي هديه من اخواتي، وما جاليش حاجه من ايهاب. لا انا جبت. لا ما جبتش والله جبت. والله ما جبت. اهو. ها ايه اهو. ده انا اللي جايبها لك في الكوبايه. شوف ماشي بصوا قد يا ايه. جماعه، هو انا بتاعت العصير. كل شويه يقعد يقول لي انا عايز شاي، انا عايز شاي، انا عايز شاي. فبعمل له في الكوبايات دي ما بتعجبوش، يقول لي صغيره. اعمل له في كوبايه اكبر منها يقول لي صغيره. فرحت راحه متبرعه جايبه له في عيد الام هديه دي كوبايتين من دول. بصوا كوبايتين جنب بعض عاملين ازاي؟ مش الكوبايه دي ب4 كوبايات، بتعملوا كوبايه شاي واحده مره واحده في اليوم. لا 2 وربع. انا قستها لقيت الكوبايه دي تعمل من المج الصغير ده 2 وربع. هو مش عاجبه ان انا اعمل له في كوبايه صغيره عشان بتكسلي. ما عليك. لا مش بكسل. انت عايز كوبايه شاي كبيره، انا جبت لك اكبر حاجه لقيتها في السوق. شكري. جبت له انا على فكره في عيد الام هديه، وقال لي فين هدياتي؟ جبت لك 2 ب 20 جنيه بحالهم. نرجع للموضوع. انا النهارده هوريكم الهدايا اللي جات لي في عيد الام. انا جات لي هدايا من جيراني. هبدا بس باصغر. ثواني ما تنكش على فراجك، اصبر. باصغر بنوته عندنا في العماره، ريتاج بنت جارنا، جابت لي العسوله دي هي وجانا. جانا وريتاج. جانا عندها 6 سنين وريتاج عندها 6 شهور. شكرا يا جانا وشكرا يا ريتاج. هنبدا بقى بعد كده بسم الله واوريكم هدايا. برضو هناخد دور كده. الجيران اللي تحتيه على طول ندى ومحمود وعلي. ماشي. هدي كده شويه بس يا باشا. قولي الجلابيه دي شيك جدا على فكره ولذيذه جدا جدا. هلبسها في العيد على فكره يا ندى. عسوله خالص، لونها حلو كمان، والحاجات الاستراست اللي عليها دي جميله. وجابوا لي معاها ازازه البرفان دي، ريحتها برضو عسول. دول بقى ايه نمشيهم. ندخل على ايه ندخل على ده اللي تحت. طبعا انا كنت وريتكم في ريفيو تاني، في فيديو تاني، الهديه بتاعت ماما. دي هديه مامتي ليا مضرب ايه. تمام كده. نيجي على هديه اختي وولاد اختي بسنت وشيرين. ده هاند بلندر. شكرا يا هند وشكرا يا بسنت انتي وشيرين. انا عارفه ان الهديه السنه دي كانت غاليه عليكم قوي، معلش. هو اهو. انا هبقى اوريكم بعد كده في حلقه تانيه اقول لكم بعد ما استخدمته استخداماته ايه، ومريح ولا مش مريح، ومتعب ولا مش متعب. هي دي الكبه. هو عباره عن كبه ومضرب. مش تفتح معايا. انا بتفرج. تتفرج. ده المضرب. عكس. وده اللي هو الوش بتاع الهاند بلندر، اللي هو السكينه بتاعت الهاند بلندر. ده طبعا الموتور بتاعها. الموتور ده بيركب كمان هنا وبيعمل دي كبه، يعني هي كبه وهاند بلندر كده يا سيدي. ماشي كده تبقى كبه، وكده اللي هي كبه بصل ولحمه. بس متهيألي هي هتبقى الكبه لان موتورها 400، هتبقى بصل وتوم وخضروات اكتر منها لحمه وكفته والحاجات دي. انا كده عندي كبه بردك، هي اللي كانت جايباها لي اختي على فكره. اختي بقى وجوز اختي كانوا لسه الاولاد صغيرين. تمام. دي كده الايه الهاند بلندر. هي ماركة تاتش. نيجي بقى على ولادي احمد وآية وأمنية وملك وبسنت وشيرين. اسمها استنى بس. احمد وآية وأمنية وملك وسميرة ومحمد. تمام كده. عمل اهو بالشمال دي كده اتصلين مع بعض كذا مرتين. تيفال نوفال. ودي طاسه. هي تعتبر ممكن كده طاسه غويطه شويه، وده طاسه برضو جرانيت. تمام. لسه في تاني. عشان
لسه في تاني، استنى بقعد انا عبي بقى وشيل وفي برضه دي جميله. دي على فكره جايه لي عشان اعمل فيها ترافل واعمل فيها كنافه بالمانجا عشان تبقوا عارفين. الهدايا كلها للقناه، انا عارفه الهدايا السنه دي اغراضها قناتيه، مفيش بس غير ندى وجايبوا لي حاجه ليا انا مخصوصه. دي مش القناه دي؟ ايوه استنى دي، اصبر. تمام. كاسات دي جميله قوي وعسوله على فكره. تعالى اشيل، خد بقى شيل كده. وفي برضو دي هدايا عشان الزبادي بتاع رمضان. ما انا بقول لكم كل الهدايا السنه دي خاصه بالقناه، ده علشان المقادير بتاعت الملح والفلفل والكمون والبهارات والزبادي. دي جميله قوي، بتدخل الميكرويف وبتدخل الفرن. انا نسيت بقى حاجه تانية برضو كانت اختي جابتها لي، المفرش ده. هو المفرش الزبده، شيل ده يا باشا. بفرش زبده علشان انتوا عارفين ان انا شقتي لسه ما خلصتهاش، فانا بقى بعمل عروسه جديده. ها اسمها ايه يا ايهاب؟ انا عروسه جديده بجهز بالظبط كده. هم الولاد يعني فاكرين ان انا ما عنديش كاسات وكوبايات واطباق والحاجات دي وملايات وبتاع. انا عملت الحاجات دي كلها، بس انا لسه شقتي ما خلصتهاش، وطبعا لسه حاجتي في الشقه القديمه النيش والسفره والحاجات دي كلها لسه ما طلعتهاش هنا. فهم يعني بيجيبوا لي حاجات برده للاستوديو بتاع التصوير بتاعي. واختي بقى عارفه ان انا طبعا بقى هفرش ملايات وحاجات جديده، فجايبه لي برده مفرش جديد. الغرض من الفيديو بقى يا بنات مش بس ان انا افرجكم على الحاجه دي. طبعا انا عارفه ان في ناس ممكن يبقى ما عندهاش ام ولا اخوات ولا صحاب، بس زي ما قلت لكم انا ممكن تبقى الهدايا جايه لي من جيراني، من بنات اخواتي او ولاد اخواتي او ولادي، وجوزي اللي ما جابليش هديه. الغرض من الفيديو ان احنا نقول تهاد وتحب. انا نفسي هديه. انت اكبر هديه في الدنيا. ايوه. يلا بقى هاتي ماما بيك وارجعك تاني. تهادوا تحبوا، حتى لو كانت الهديه بسيطه جدا فهي بتسعد الناس جدا جدا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما قال تهادوا تحبوا كان قصده ترقيق القلوب. يعني انا عايزه اقول لكم ان ممكن تبقى هديه زي كده يعني تدوب جليد ما بين اخ واخته، ما بين ام وبنتها، ما بين جار وجاره. انا طبعا بشكر جيراني جدا ان هم ناس زي الفل، في ناس نص نص وفي ناس زي الفل بصراحه جدا معانا في العماره. ربنا يخليكم ليا يا رب وما تحرمش منكم. وشكرا للناس اللي في حياتي، جوزي، ابني، بنتي، ولاد اخواتي، صحابي، مين تاني استنى، جيراني قلنا، اخواتي، ماما طبعا قبل اي حد، بابا الله يرحمه، ربنا يرحمك يا رب ويخليك ايه، يرحمك ويعوضنا في ولادنا خير عنك يا رب ان شاء الله. انت مش عايز تقول حاجه يا اب؟ وكل سنه وحضرتك طيبه. انا موقعي عايزه وكل سنه واخوات جوزي بقول لهم كل سنه وانت طيبه، وكل ام كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه ان انتوا جبتونا. جبتونا وناويين نرجعوا لكم تاني. ها ارجعك تاني؟ ايوه. انا مش عايز اكمل. مش عايز اكمل ايه؟ مش عايز اكمل في الدنيا. لا مش عايز تكمل مع، لا لحظه، مش عايز تكمل مع مين؟ صوتك لما طلع انا ماليش دعوه، مش مسؤوله عنك. ايوه. كل سنه وكلكم طيبين، ويا رب يكون الهدايا البسيطه دي عجبتكم. هي فيه طبعا ناس يعني تعبت وعشان تجيب لي الهديه دي. انا عايزه اقول لهم متشكره قوي، متشكره ان انتوا في حياتي، ومتشكره ان انتوا تعبتوا وفكرتوا فيا. على فكره برضه انا جايبه هدايا ما تقلقوش يعني. بس مش جايبه هدايا للجيران بصراحه، مش لا يقبلوا الهدايا. لا يا جماعه، الموضوع كله ان احنا يوم بنقول للام اللي تعبت وشقت وربت واهم حاجه الولاده، يعني بيبقى حاجه صعبه. كل سنه وانت طيبه. ايوه، والقيصريه للسرير بيقع بيها ويقعد يضحك عليها كده. ايوه. كل سنه وانت طيبه. يعني حاجه كده يعني تكمل موقف الحياه. وبعدين ابقى احكي لكم عليه بقى. تكمل الحياه، تخلي ايه، الست بتبقى سعيده ان اولادها بيقولوا لها كل سنه وانت طيبه. جوزها بيقول لها ممكن ما يقولهاش انت جوزك جاب لك ولا ما جابلكيش؟ ممكن اقول ولا نعمل حاجه ساعه. حاجتين ساعه مش حاجه واحده. كل سنه
وانتم طيبين، يا رب يبقى خفاف عليكم كده ان شاء الله، وهدايا تكون عجبتكم. ويا رب باذن الله تكونوا انتوا اسعدتوا اسركم في الفتره دي ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، وتابعونا في وصفات جديده وملفات بقى كامله لرمضان الايام اللي جايه دي ان شاء الله. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت